معاك ايفون؟ يا ترى ايفون كام؟ هل بقى يستاهل انك تحدث لايفون 17 ولا لا؟ خليني اقول لك الحقيقه في الموضوع ده. الموضوع بيعتمد على انت ماسك دلوقتي انهي ايفون بالظبط، وصدقني في فرق كبير قوي هتحسه لو معاك موديلات معينه. لو دي اول مره تتفرج فانا احمد عبد العزيز ودي الاندرويد. يلا بينا نبدا. ابل السنه دي اعلنت عن 4 نسخ من سلسله الايفون 17. اول واحده الايفون العادي، والثانيه الايفون برو، والايفون برو ماكس، واخر واحده الجديده على الاطلاق الايفون اير، واللي اتكلمنا عنهم في كذا فيديو موجودين على القناه، بس كان في فيديوهات قصيره كده دقيقتين 3. بس المره دي ده اول فيديو طويل على القناه، فيلا بينا. طبعا السنه دي في اختلافات جديده عن السنوات اللي فاتت من ناحيه الاداء، الكاميرا، البطاريه او سرعه الشحن. بس خلينا نشوف هل فعلا تستاهل التحديث، هل تستاهل فعلا الفلوس. خلينا نشوف مع بعض بالتفصيل كده. احنا هنقسم الايفونز لحوالي 3 فئات مثلا، فانت شوف انت في انهي فئه فيهم، وهل الفئه دي المفروض تحدث ولا لا. الفئه الاولى لو معاك ايفون 13 او اقل من كده، بصراحه بقى تقريبا الفئه دي ما فيهاش اي نقاش، التحديث هيفرق معاك جامد. يعني مثلا نمسك اول حاجه الاداء. مثلا انت هتتنقل من معالج A15 لحد A19، يعني حوالي على الاقل 4-5 اجيال مثلا. فطبعا هيفرق معاك في الاستخدام اليومي، او مثلا في فتح التطبيقات، او حتى اللعب بقى التقيل ده اللي هيبان فيه فعلا قوه المعالجات الجديده. وكمان هتحافظ على الاداء ده لمده سنين كتير قدام، غير طبعا المعالجات القديمه اللي يعتبر استهلكت خالص، وفي نفس الوقت التطبيقات الجديده والالعاب الجديده اللي بتحتاج باور عالي قوي. اما بقى نيجي للكاميرا، من اول ال13 فاقل فهيبقى في فرق كبير جدا لو حدثت لل17، لان كان في تقنيات كتير قوي في الكاميرا ما كانتش موجوده، يعني مثلا الفوتونيك انجن او النايت مود او اي تقنيه من الحاجات دي ما كانتش موجوده في ال13. ده غير طبعا الهاردوير اللي اختلف تماما في الفئه دي، ان بقى فيه كاميرتين او 3 كل واحده فيهم 48 ميجا بكسل، لكن زمان كان اعلى حاجه 12 ميجا بكسل. طبعا الفرق في الميجا بكسل مش لوحده بس هو اللي بيفرق في جوده التصوير، بس طبعا ستيل بيفرق يعني. فسواء معاك ال13 العادي او البرو فهتحس بفرق كبير. نيجي بقى للشاشه اللي بقت برو موشن في كل الفئات بتاعت ايفون 17، يعني بقت 120 هرتز بدل 60 هرتز، وكمان السيراميك شيلد والبرايتنس اللي عالي بشكل كبير جدا. اما بقى نيجي للبطاريه، فمع معالج ال A19 وال 19 برو فاستهلاك الطاقة قل بنسبة كبيرة جدا، وكمان حجم البطارية اللي زاد فده هيفرق في عدد ساعات الاستخدام. لا وكمان سرعة الشحن كمان عليت وتوصل ل 40 واط، يعني الموبايل هيتشحن بشكل أسرع، فده هيأثر على استخدامك اليومي. فملخصا لكل ده لو معاك ايفون 13 او اقدم الموضوع هيبقى نقلة كبيرة جدا. نيجي بقى للفئة التانية بتاعت الايفون 14 و15، هنخليهم في نفس الفئة. الفئة دي يعتبر الموضوع أخف شوية بس فيه شوية تحديثات. الأداء ما بين ال14 وال17 هتحس بفرق شوية، لكن ما بين ال15 وال17 هتحس بالفرق في الاستخدام التقيل أو في الألعاب، هتحس بشوية فريمات أعلى، تعرف تلعب اللعبة دي بسلاسة أكتر، لكن مش هتبقى في الاستخدام اليومي بتاع تصفح التطبيقات مثلا. أما بقى الكاميرا فهتحس بشوية التفاصيل اللي بقت أكتر بكتير في الكاميرات كلها، سواء بقى الكاميرا العادية، الالترا وايد، او حتى التليفوتو اللي بتوصل ل 8 اكس زوم في النسخة البرو والبرو ماكس. وكمان لو هنتكلم عن تصميم الشاشة فعندك الدايناميك ايلاند اللي كانت بدأت في ال 14 برو دلوقتي بقت موجودة في كل نسخ ال 17. اما بقى البطارية اللي كانت نقطة ضعف في ال 14 فهتحس بفرق قوي سواء في اداء البطاريه او كمان في سرعه الشحن. فتلخيصا يعني لو معاك ال 14 العادي هتحس بفرق ضخم، اما بقى لو معاك البرو فالتحديث مش هيبقى ضخم قوي الا لو عايز الكاميرا الجديده والشحن الاسرع. اما بقى لو معاك ال 15 برو او البرو ماكس فالتحديث مش مهم قوي الا لو حاسس فعلا ان في حاجه موجوده في ال 17 وناقصاك وهتأثر على الاستخدام اليومي بتاعك. غير كده فانت ممكن تستنى للجيل الجاي وتشوف ممكن تحدث ولا لا. نيجي بقى لاخر فئه معانا ودي الفئه بتاعت الايفون 16، والسؤال اللي بيحير الناس لو معايا 16 احدث لل 17 ولا لا. الفرق في اداء المعالج ال A18 وال A19 مش كبير قوي، هتحس بالفرق فعلا لو بتعمل حاجه تقيله على الجهاز او بتلعب العاب دقتها عاليه فهتحس بشويه فريمات اعلى مثلا. اما الكاميرا بقى فال16 اصلا كانت كاميرته جامده جدا، فالفرق ما بينه وما بين ال17
هتلاقيه فرق صغير قوي، يعتبر دايما بيبقى في الميجا بكسل. فمثلا البرو والبرو ماكس هي كاميرا واحده بس اللي علوا فيها الميجا بكسل، وكذلك في الايفون العادي هي كاميرا اللي علوا فيها الميجا بكسل، والشاشه واليو اس بي والدايناميك ايلاند كلهم كانوا موجودين في ال16 برضه. طبعا معظم الحاجات اللي قلناها دي في ال16 برو والبرو ماكس، فلو معاك واحد منهم يستحسن ما تحدثش. اما بقى لو معاك ال16 العادي فممكن تفكر شويه في التحديث، لان في شويه تحديثات حلوه زي مثلا الشاشه وال120 هرتز والاداء وشويه في الكاميرا. يعني في شويه تحديثات ممكن فعلا تحس بفرق. خلينا نبسطها وهقول لك كام نقطه مهمين جدا في ازاي تتخذ القرار انك تحدث او لا. فمثلا ايه الحاجات القويه جدا اللي تخليك تفكر انك تحدث او لا؟ اول حاجه ومن اهم الحاجات هي مساحه التخزين. انت بتشوف هل المساحه اللي معاك فعلا مكفياك، ما عندك مساحه، التطبيقات بتفتح تمام، بتحتاج تصور حاجه بيبقى فيه مساحه، ولا انت مفيش مساحه وكل ما تيجي تفتح تطبيق يقول لك لا مفيش مساحه امسح حاجه، وتفضل تمسح في الصور وتنقل الصور والموضوع صعب جدا. فمثلا لو ال 128 مكفياك او انت كمان اقل من 128، فاقل مساحه في سلسله ال 17 هي 256 اصلا، فده ممكن يخليك تحدث. او مثلا الكاميرا بتاعتك بتحتاج تصور بالليل، محتاج الوضع الليلي مثلا، محتاج تعمل زوم من غير ما التفاصيل تقل، او محتاج تصور فيديو بدقه اعلى او بفريمات اعلى عشان تعمل سلو موشن، او حتى عايز تقنيه السنتر ستيج والكاميرا السيلفي الجديده الاحسن، او مثلا لو انت بقى فوتوغرافر او فيديوغرافر وانت بقى برو يوزر وعايز كل التقنيات بتاعه الفيلم ميكنج والتصوير السينمائي، الناس اللي بتلون الفيديوهات وبتعدل فيها، فعايز بقى البرو والبرو ماكس عشان تاخد التقنيات الجديده بتاعت الايفون 17. فدي اسباب برضو ممكن تخليك تفكر في التحديث. او حتى البروموشن ال 120 هرتز، لو انت لسه 60 هرتز ودلوقتي عايز تبقى 120 هرتز، التقنيه اللي موجوده دلوقتي حتى في الموبايلات الاقتصاديه، فده سبب برضو. او حتى البطاريه وتقنيات الشحن الجديده، عايز البطاريه تقعد معاك اطول او تتشحن في وقت اسرع، ده سبب طبعا يخليك تحدث. والسبب برضو اللي مهم، لو الاداء اللي معاك مش مناسب ليك او بدات تعمل على الموبايل حاجات محتاجه باور اعلى، فممكن تحدث للايفون 17 عشان يبقى معاك سنين قدام من الاداء القوي. الاداء القوي يعني كده احنا وقفنا عند الاداء القوي. ماشي، خلينا نلخص كل الكلام اللي قلناه. اولا انا برشح لك ايه؟ انا برشح لك ان لو معاك ايفون 13 او اقدم لازم تحدث. اما بقى لو معاك ايفون 14 فانت بقى ممكن تحدث وهتحس بالفرق فعلا في البطاريه والكاميرا. ما بقى لو معاك ال 15 خصوصا البرو والبرو ماكس فالتحديث مش ضروري قوي. اما بقى لو معاك الايفون 16 فبصراحه الاحسن تستنى، الا لو معاك النسخه العاديه وانت عايز تروح للبرو او البرو ماكس مثلا. في الاخر يعني انت اللي لازم تقرر اذا كنت هتحدث او لا، لان كل واحد على حسب احتياجاته، فكل واحد بيستخدم الموبايل غير التاني. يعني انا مثلا شخص بيحب الكاميرات والزوم والسيلفي والكلام ده، اما شخص تاني ما بيفرقش معاه كل الكلام ده خالص، هو بس عايز حاجه يلعب عليها العاب تقيله. فالاحتياجات بتفرق من شخص للتاني فعلا. في شخص مثلا ممكن يكون بيحدث عشان التصميم الجديد عاجبه، او حتى اللون بس هو اللي عاجبه، فممكن يشتري عشان كده يعني ابل بتحاول تخلي التحديث مغري للناس كلها كل سنه. بس الاختيار الصح بيفرق على انت ماسك انهي موبايل دلوقتي وايه اللي بيفرق معاك بالظبط. دلوقتي قول لي انت معاك انهي ايفون، وهل التحديث لل 17 فعلا يستاهل؟ اكتب لي في الكومنتات، ولو محتار قول لي ايه الموبايل بتاعك بالظبط وهرد عليك على طول. الفيديو اللي جاي هنشوف مين يتفوق، الايفون 17 ولا الشاومي 17. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، كان نفسي اقولها بصراحه. فعل زر الجرس بقى يا اخي، لسه اللي جاي جامد. بيس.